هذا هو السر في دعائي للفنان مصطفى درويش رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الغالب أنا لا أعلق على مشاهد الوفاة لأي أحد إلا في حالات معدودة، كأن يكون واحدا من أعلام الدعوة فبنعمل مقطع فيديو علشان الناس تدعي له وتترحم عليه بفضل الله سبحانه وتعالى لجهده الذي بذله من أجل الله سبحانه وتعالى، أو إن إنسان يكون ليه بصمة خير في أي عمل خيري فنذكره على سبيل إن الناس تتأسى وتقتدي به بفضل الله في هذا الخير علشان يعم الخير في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن فترة من حوالي أسبوع وأنا بتصفح كده على السوشيال ميديا، فوجدت إن السوشيال ميديا مقلوبة كلها ما شاء الله كم فيديوهات لا تعد ولا تحصى في الترحم على الفنان مصطفى درويش. وكنت الحقيقة أول مرة أسمع اسمه، لم أكن أعرفه من قبل، لكن قلت كون إن ربنا سبحانه وتعالى يسخر كل تلك القلوب لكي تدعو وتترحم على هذا الرجل، أكيد في حاجة من أعمال الخير بينه وبين الله. فلما بحثت وجدت فعلا ان هذا الرجل له موقف عظيم جدا وليه ابواب من ابواب الخير التي كان يفعلها والتي لم تعرف الا بعد وفاته رحمه الله رحمه واسعه. الاول عشان بس اقول الاشياء التي وجدتها، الاول نذكر الموقف العظيم الذي وقفه دفاعا عن دينه، وده يدينا درس جميل جدا ان اي انسان في الدنيا فيه خير يا جماعه، مش مجرد ان فلان ده عشان في مجال الفن يبقى مثلا حياته كذا، ابدا، في ناس كتيره جدا بفضل الله فيها خير. وبعدين سبحان الله وياما فنانين تابوا وبقوا دعاء الى الله، بل وبقوا احسن من كتير من الدعاء الذين نشأوا في الدعوه بفضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فاذا فالانسان لابد ان هو يحسن الظن بالناس. فهذا الرجل في يوم من الايام عرض عليه بطوله فيلم اسمه الملحد. المهم قام مضى العقد وبدأ التصوير، وبالفعل صور في الفيلم ده 4 أيام. وبعدين جه في مشهد معين كده لقى فيه الكلام دوت محاربة لدين الإسلام ويتعارض مع دينه وعقيدته، فما كان منه إلا أن امتنع عن إكمال ذلك الفيلم. خدوا بالكم من حاجة، ده موضوع مش سهل، لأن المنتج اتكلف تصوير 4 أيام. عارف يعني ايه تصوير 4 أيام؟ الكاست ده كله، المجموعة دي كلها اللي صورت وخدت فلوس وتأجير الكاميرات والاستوديوهات والأماكن والديكورات أشياء كثيرة جدا، وأجور الممثلين وأجر المخرج وأجر المنتج وأجر المؤلف إلى غير ذلك، مبالغ خيالية ممكن يتحملها الممثل لو إنه ترك فجأة بلا سبب. فإذا به يرى تلك الأشياء فقال تلك الكلمات واقرأها على حضراتكم بنفس اللفظ الذي ذكرهم. فوقف وقفة مدافعا عن دينه وقال: قررت مقاطعة أي برنامج، لأن الكلمات ديت كان الفيلم ده من تأليف الصحفي إبراهيم عيسى، تمام؟ فقال هذا الفنان، قال: قررت مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد الذي صورت فيه 4 أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى، لأنه واضح، هو بيقول بقى لأنه واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا ما أقبلش أبدا إن أكون أداة للحرب ضد ديني مهما كان الثمن. وترك هذا الفيلم رغم أنه هو في وسط، هذا الوسط لا يعرف إلا لغة الشهرة والمال، أهم حاجة الشهرة والفلوس، بصرف النظر هو بيقول إيه ولا بيعمل إيه ولا بيوصل للناس أي معنى. ولكن هذا الرجل وقف مدافعا عن دينه ورفض أن يكمل هذا الفيلم، لأن في أشياء ضد هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعلم أن مؤلف الفيلم له عداوة شخصية مع هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الثانية اللي عرفتها عن هذا الفنان بعد موته، إنه كان عنده مطعم كبير جدا، والمطعم ده بيبيع نوعية معينة من الوجبات الغالية جدا، خدوا بالكم. فلما أحس هذا الرجل الفنان مصطفى درويش، لما أحس بالمعاناة التي يعانيها فقراء الناس في هذا الوقت بالذات بسبب الأزمات الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها، عمل حاجة في غاية الروعة والجمال. قرر إن أي فقير يجي ياكل هو وأسرته، حتى مش هو لوحده، هو وأسرته يدخلوا المطعم وياكلوا زي ما هم عايزين بأي كميات، لا يدفعوا درهما ولا دينارا، يجي ياكلوا ببلاش ويمشوا. طب ده هيخسرك يا فنان؟ ابدا، عنده يقين في الله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، قال: 3 أقسم عليهن. وقل ما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 3 أقسم عليهن. أول حاجة: ما نقص مال عبد من صدقة. يا الله، ممكن واحد يقول لي: بس يا شيخ محمود، كما تعلم ان النبي برضو صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا الرجل كان فلوسه من الفن. أقول لك لا،
هو كان عنده فلوس من الفن وكان عنده فلوس من التجارة، منها ذلك المطعم وأعمال أخرى تجارية، فاختلط المال عنده، فعنده مال حلال. أيوة عنده مال حلال، وإحنا بنحسن الظن بالناس بفضل الله سبحانه وتعالى، فعنده مال حلال يخرج منه لإطعام الفقراء بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان يرد أحدا يدخل المطعم ليأكل مهما كان، داخل هو وأسرته، داخل هو لوحده إنسان فقير محتاج، كان لا يرد أحدا. رقم 3، زمايله بيقولوا بقى ان هو كان بيشارك كل سنه في اطعام الصائمين اللي هي موائد الرحمن كل رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان بفضل الله سبحانه وتعالى عمره ما يتاخر ابدا عن احضار الادويه لاي مريض يحتاج الى دواء. فوق ده كله كمان كان عامل رواتب شهريه لعدد كبير من الاسر بيوصل لهم هذه الرواتب اول كل شهر بفضل الله. حتى ان بعض زمايله قالوا عمرنا ما قلنا له احنا بنجمع فلوس لاي عمل خيري او لاغاثه انسان او لمساعده فقير، عمره ما اتاخر، بل كان اول من يتبرع بفضل الله سبحانه وتعالى. من اجل ذلك كله ومن اجل المواقف الانسانيه الرائعه التي وقفها هذا الفنان، ادعو حضراتكم للترحم عليه وللدعاء له بفضل الله سبحانه وتعالى، فالرجل كان فيه خير كثير. وسبحان الله مات في ريعان شبابه، مات رحمه الله وهو في الأربعينات من عمره، يعني في عز شبابه، ولم يتزوج رحمه الله رحمة واسعة. وده يدينا درس أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان سبحان الله في الوقت اللي ربنا مقدره الإنسان سيفارق الدنيا وسيترك كل شيء. يتبع الميت 3، ماله وأهله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدفن أحد الصحابة كان يقول لسائر أصحابه: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، استعدوا للحظة اللي هتدخلوا فيها قبوركم. ولذلك أختم بهذه القصة، أنه لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة لقي رجلا غافلا عن طاعة الله، فقال له: أيها الرجل كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فالراجل كأنه بيسمع كلام لأول مرة بيسمعه، فقال له: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: نعم، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فقال له: ما الحيلة يرحمك الله، أعمل إيه طيب؟ شوف العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. فقال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى وجل جلاله. رحمة الله على الفنان مصطفى درويش، وأتمنى من كل إنسان معه قدرة مادية أن يحذو حذوه وأن ينفق على الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة